عباد الله، بركه من الفتنه. ما كايناش قبل الامبراطوريه العثمانيه شي دوله اولا شي جمهوريه سميتها الجزائر، ما كايناش. فهاد الشيء الاخوان ماشي انا اللي كنقوله، انا فقط اروي لكم هنا التاريخ بلا نفاق بلا زواق. اول كلمه ديال الملك محمد الخامس في المجلس ديال الامم المتحده هي انه طالب بالاستقلال ديال الجزائر، وكان اول حاكم عربي غادي يزور الجزائر ملي يلاه شدات الاستقلال هو الملك حسن الثاني. في هذه اللحظه كانت العلاقه بين المغرب والجزائر علاقه مزيانه، كانت الاخوه والمحبه وخوا. ولكن السلام عليكم ازول في اللون والتحيه طيبه، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في الجيم هانيه الحمد لله. في هذا الفيديو الاخوان غادي نشوفوا كيفاش تحولت الجزائر والمغرب من خوا والمحبه والاخوه الى اكثر دولتين جارتين عدوتين في العالم. في هذا الفيديو اخوتي المغاربه غادي نقول الحق والحقيقه، وغادي نكون محايد بلا نفاق بلا كذوب بلا سواق. وقبل ما نبدا اخوتي تفاعلوا مع الفيديو، بارطاجيو الحلقه مع اصحابكم والعائله ديالكم، وتابونوا في لاشين باش تدعمونا ان شاء الله نستمروا في هذا المحتوى الهادف. اول حاجه خصكم تعرفوها الاخوان هي انه قبل الامبراطوريه العثمانيه ما كايناش شي حاجه سميتها الدوله او الجمهوريه الجزائريه. واتحدى اي مؤرخ جزائري يجيب لي شي وثيقه تثبت انه كاينه شي دوله سميتها الجزائر قبل الامبراطوريه العثمانيه. ما كايناش الاخوان. الجزائريين كانوا عباره عن بدو ورحال، وما قدروش ياسسوا شي دوله او شي مملكه او شي حضاره في الجزائر، ما قدروش. في حين انه في العهد ديال الامبراطوريه العثمانيه كاينه مملكه في المغرب، كاينه الدوله في المغرب اللي هي الدوله السعديه الامازيغيه القويه كاينه. لهذا ما قدراتش الامبراطوريه العثمانيه تستعمر المغرب، حيث كاينه واحد الدوله قويه جدا، الدوله السعديه الامازيغيه. فهاد الشيء الاخوان ماشي انا اللي كنقوله، انا فقط اروي لكم هنا التاريخ، انا غير كنقول لكم التاريخ. ملي وقعات واحد الحرب بين الاوروبيين والامبراطوريه العثمانيه، الامبراطوريه العثمانيه غادي تنهزم وغادي تسقط، وهنا الاوروبيين غادي يقسموا الاراضي ديال الامبراطوريه العثمانيه بيناتهم، وهنا فرنسا غادي تاخذ الجزائر، وغادي تولي الجزائر عباره عن مستعمره مقاطعه ديال فرنسا. وملي الخونه غادي يبيعوا المغرب لفرنسا، المغرب ايضا غادي تولي حتى هي مستعمره ديال فرنسا. ولكن بفضل الله عز وجل وبفضل الاحرار وبفضل المكافحين والمناضلين المغاربه الامازيغ الحرين اللي اختلت مزيغ التليس نتاع الوطنيت، غادي يجريو على الاستعمار، وغادي تولي المغرب دوله مستقله وغادي تعترف بها الامم المتحده. وهنا كانت اول كلمه ديال الملك محمد الخامس في المجلس ديال الامم المتحده هي انه طالب بالاستقلال ديال الجزائر. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. وحاجة أخرى، فالمناضلين والحركة الوطنية في المغرب دعموا وعاونوا المناضلين والأحرار في الجزائر حتى شدوا حتى هما الاستقلال. وكان أول حاكم عربي غادي يزور الجزائر ملي يلاه شدات الاستقلال هو الملك حسن الثاني. وهنا المملكة المغربية غادي تعاون الدولة الجزائرية ماديا ومعنويا وعسكريا. وأول حكومة في الجزائر هي الحكومة ديال بن بلة، ومن هذه الانطلاقة غادي تنطلق الجزائر، يعني يلا غادي تبدا الدولة ديال الجزائر، يعني هذه هي نقطة البداية ديال الدولة الجزائر. ماشي عيب الإخوان، ماشي عيب، لأن ميريكان اللي هي حاليا أقوى دولة في العالم راه بدات غير في 1700 ميلادية، وأول دولة غتعترف بها راه المغرب. أنا ملي كنقول الجزائر بدات غير مؤخرا راه ماشي عيب. وفي هذه اللحظة كانت العلاقة بين المغرب والجزائر علاقة مزيانة،
كانت الأخوة والمحبة وخوا خوا. ولكن حسن الثاني واحد النهار غادي يمشي زيارة للجزائر، وغادي يدي معاه مجموعة من الوثائق والخرائط. قال لهم خوتي الجزائريين، فخصكم تعرفوا أنه فرنسا دارت خطأ في التقسيم ديال الحدود بيناتنا، وباللي راه الحدود الحقيقية ماشي هي هذه اللي كاينة دابا. يعني المغرب كان كيطالب بالاسترجاع ديال الأراضي ديالو، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، ولكن النظام العسكري الجزائري ما بغاش. ومن بعد أيام من هاد الزيارة، الجزائر والنظام العسكري الجزائري غيديروا واحد الهجوم الإعلامي على الحسن الثاني، وغادي يقولوا كيدعم الانفصاليين اللي هما القبائل، وبغى يدير الفتنة في الجزائر. هنا حسن الثاني ما عجبوش الحال، وغادي يصيفط واحد الرسالة بن بلة، قال لها ودي الله يهديك راه ماشي هكا كتحل الأمور. ولكن بن بلة زاد فيها وهجم على المغرب وضرب العسكر ديال المغرب في وجدها. هنا الملك الحسن الثاني تعصب، وهنا غتوقع الحرب بين المغرب والجزائر اللي معروفة بحرب الرمال. وهنا النظام العسكري الجزائري الغبي المكلخ غادي يسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة بزاف، لا في المغرب ولا في الجزائر. ومن هذه اللحظة ديال حرب الرمال غتبدا العداوة بين المغرب والجزائر إلى يومنا هذا. وفي هذه السنوات كاملين الإخوان كنلاحظوا أن المخزن أو المملكة المغربية كانت دائما كتقلب على الحل، أما النظام ديال العسكر الجزائري كان دائما كيقلب غير على المشاكل. يعني المغرب كان دائما كيدعي الجزائر الحوار والتفاهم، ولكن الجزائر كتقول ليه لا 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 انا بغيت الحرب. ونفس الشيء كنلاحظوا يومنا هذا، المغرب دائما كتدعو الحوار والتفاهم، اما الجزائر كما كنشوفوا الان هي كدير واحد الهجوم اعلامي كبير على المغرب يوميا. دار المخزن فعل المخزن، فعل المروك، دار المروك فعل المروك. وهذه راه خطه خوتي الجزائريين باش يلهيوكم، بلاص ما يدويو على الفساد وعلى المال العام وفين كيمشي المال العام ديال الجزائر كيهضروا غير على المخزن وكيلهيوكم بلا خزن. هذه خطه خوتي الجزائريين، فيقوا منها. وهما اليوم كنشوفوهم كيخسروا الملايير ديال الدولارات باش يقسموا المغرب، وكيدعموا الجماعه الانفصاليه ديال بوليزاريو اللي كيخسروا عليها الملايير ديال الدولارات، في حين نجد ان الشعب الجزائري مكرفص معذب عايش في ازمه، الفقر، لا صحه لا تعليم. وحتى في المغرب كاينين شي ناس اللي باغيين تشعل الفتنه بين الجزائر والمغرب. كاينين غير في هاد السوشيال ميديا، كاينين بزاف ديال الناس اللي كيدعوا انهم دكاتره وانهم خبراء سياسيين، وهما في الحقيقه راه غير كيستغلوا هاد القضايا المصلحه ديالهم على قبل البوز وعلى قبل الفلوس ديال الادسنس، وكيغسلوا في الدماء ديال عباد الله. لهذا كنتمنى ان الشعبين المغربي والجزائري يفيقوا وبركه من الفتنه ونتحدوا ونوليو خوا خوا. وراه الحل الاخوان هو الاتحاد. اي يا خوتي، الحل ديال هذه الازمه هو نتحدوا. شوفوا عباد الله، غير الاوروبيين اللي كانوا ما كيحملوش بعضياتهم، الاوروبيين اللي كانوا كيكرهوا بعضياتهم، اوروبا اللي وقع فيها الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، ولكن ملي فاقوا من القلبه وداروا واحد لحظه ادراك انه هاد الحروب وهاد الفتنه راه ماشي من المصلحه ديالهم، لقاو انهم عندهم بزاف ديال الحوايج مشتركه، عندهم الجغرافيا، عايشين في نفس القاره، عندهم التاريخ، عاشوا نفس الحوايج، عندهم نفس الديانه المسيحيه، اغلبيه فيهم كيهضروا بنفس اللغه. لهذا شافوا ان الحل هو الاتحاد، ولهذا داروا واحد الاتحاد اللي كيتعتبر الان من اكبر التكتلات الاقتصاديه في العالم، اللي هو الاتحاد الاوروبي. علاش حتى حنا بدلا من هاد الحروب وهاد الفتنه نديروا واحد الاتحاد؟ عباد الله، عباد الله، بركه من الفتنه، عباد الله، بركه من الحروب، بركه. السلام عليكم. هذا ما كان الاخوان، الله يعاونكم.